وأنا عندي 10 سنين اكتشفت إن السكوت ممكن يكون أعلى من أي صوت. الموضوع ما كانش خناقة ولا موقف كبير. كل اللي حصل إن أمي بطلت تناديني باسمي، مش مرة واحدة، مش بشكل واضح، بس بالتدريج، كأني بقيت صوت في الخلفية، حاجة موجودة بس محدش بيركز معاها. قبل كده حياتنا ما كانتش مثالية، بس كانت ماشية. كنا بناكل سوا أوقات، كانت بتسألني عن المدرسة، كانت بتلاحظ إني موجود، وبعدين فجأة كل ده وقف. فاكر يوم رجعت من المدرسة شنطتي تقيلة ودماغي مليانة بحاجات مش فاهمها. وقفت عند الباب زي كل يوم وقلت ماما. مفيش رد. التلفزيون شغال وهي قاعدة قدامه، بس ما بصتش ليا. وقفت شوية مستني، وبعدين دخلت بهدوء كأني ده البيت مش بيتي. ومن اليوم ده بقى ده الطبيعي. بقيت أصحى لوحدي، أجهز نفسي لوحدي، آكل أي حاجة ألاقيها، أوقات عيش، أوقات ولا حاجة، واخرج من غير ما أقول باي. مش عشان مش عايز، عشان مفيش حد يسمع. في المدرسة كنت مجرد واحد عادي، لا مميز ولا مكروه، بس موجود. بس جوايا حاجة كانت بتتغير. بقيت ما بتكلمش كتير، مش عشان ما عنديش كلام، عشان اتعودت إن محدش بيسمع. المدرسين يسألوا وأنا عارف الإجابة، بس إيدي ما بترفعش. الناس تضحك وأنا أبتسم، بس من غير ما أشارك. كان أسهل كده تبقى مش باين، لأن لما تكون مش باين محدش يقدر يتجاهلك. في البيت الدنيا بقت أبرد. أمي بطلت تطبخ، بطلت تسأل، بطلت تعمل أي حاجة. الغريب إنها ما كانتش قاسية، هي بس ما كانتش موجودة. حتى وهي قدامي بدأت أعمل حاجات صغيرة لوحدي، أنظف، أرتب، أحاول أطبخ. فاكر مرة حرقت الرز والدخان مالي المطبخ. فتحت الشباك بسرعة وكنت بعيط في هدوء. دخلت، بصت على اللي حصل وخرجت من غير كلمة، وده وجعني أكتر من أي زعيق. لما كان عندي 11 سنة ونص بطلت استنى أي حاجة، لا عيد ميلاد، لا سؤال عامل إيه، بس أيام بتعدي وخلاص. لحد يوم في المدرسة عملوا يوم عيلة. كل الناس كانت مستنية أهلها، بتضحك وتجري عليهم، وأنا واقف وراه واتفرج دقيقة ورا دقيقة لحد ما المكان فاضي. وجت مدرسة سألتني حد جاي لك؟ قلت بسرعة لا عادي. بصت لي نظرة عمري ما نسيتها، نظرة حد فاهم بس مش عارف يعمل حاجة. رجعت يومها متأخر، قعدت على كرسي قدام المدرسة ببص للشارع وهو بيهدى، وحسيت لأول مرة إني مش تابع لأي مكان. الليلة دي ما عيطتش، لأني كنت اتعلمت إن العياط ما بيغيرش حاجة. لما دخلت في 12 سنة الدنيا بقت أصعب، مش بصوت عالي بس تقيلة. الأكل بيقل، النور بيقطع، الفواتير بتتراكم. مرة النور قطع خالص، قعدت في الضلمة، مش خايف بس متعود. ولعت شمعة وبصيت حواليا، وحسيت إني شايف حياتي بوضوح، صغيرة، هادية، ووحدي. ساعتها قلت لنفسي أنا هتصرف. ما كنتش عارف إزاي بس قلتها. في نفس الفترة أمي بدأت تختفي أكتر، تخرج بالساعات، بالأيام، لحد ما في ليلة ما رجعتش خالص. استنيت، فضلت صاحي، كل صوت في الشارع أفتكره هي، بس لأ. الصبح جه وهي مش موجودة. لبست ونزلت المدرسة كأن مفيش حاجة حصلت، لأن ببساطة مفيش اختيار تاني. في يوم كان عندنا شغل جماعي وكل واحد اختار صحابه، وأنا فضلت لوحدي. المدرس حطني مع مجموعة، وواحدة منهم قالت يا سلام سمعتها. أنا دايما كنت بسمع كل حاجة. سكت وما ردتش، لأن إزاي تشرح حاجة أنت نفسك مش فاهمها. في نفس اليوم وأنا ماشي قعدت جنب عربية أكل في الشارع. كنت جعان بس معيش فلوس. الراجل اللي واقف شافني، من غير ما يقول حاجة اداني قطعة عيش. قلت له معيش فلوس، قال ما طلبتش. خدت الأكل ببطء، وكانت أول مرة حد يديني حاجة من غير مقابل. بقيت أروح له كل يوم، مش بس عشان الأكل، عشان القعدة، لأنه ما كانش بيسأل كتير وده كان مريح. لحد يوم حكيت له شوية من اللي عندي، مش كل حاجة بس كفاية. سمعني للآخر، وبعدين قال هتعمل إيه مش تعمل إيه. الفرق ده كان مهم، لأنه لأول مرة حد شايفني كحد يقدر يقرر. بدأت أشتغل معاه، شغل بسيط، أنظف، أساعد، وفي المقابل كان بيديني شوية فلوس وأكل. بس الأهم كان بيديني استقرار. لأول مرة حياتي بقى فيها نظام، مدرسة، شغل، نوم. لما كان عندي 15 سنة حصل اللي كنت متوقعه. رجعت البيت لقيت الباب مقفول. حاولت أفتح، المفتاح ما اشتغلش، خبطتش، مفيش رد. وبعدين لقيت شنطتي قدام الباب، كل حاجة بتاعتي جوه، مفيش رسالة، مفيش كلام، بس نهاية. وقفت شوية، مش بعيط، مش مصدوم، كأني كنت مستني اللحظة دي. شلت الشنطة ومشيت، بس المرة دي ما كنتش رايح للمجهول، كنت رايح لمكان عارفه. رحت لعربية الأكل، الراجل بص للشنطة وفهم، ما سألش. فبات هنا ونمت ورا العربية على مرتبة صغيرة، مش مريحة بس آمنة، ولأول مرة الأمان كان كفاية. الأيام عدت والشهور عدت، وأنا بتعلم إزاي أتعامل مع الناس، إزاي أشتغل، إزاي أعتمد على نفسي. وفي المدرسة الناس بدأت تاخد بالها مني، مش عشان بقيت مختلف، بس عشان بقيت موجود بجد، مش بحاول أختفي. مرة المدرسة وقفتني وقالت أنت اتغيرت. قلت لها أيوة، وابتسمت ابتسامة حقيقية. بعد سنين عديت من قدام البيت القديم، نفس الباب، نفس الحيطان، بس إحساس مختلف. ما وقفتش لأني فهمت حاجة مهمة، أنا ما اختفتش، أنا بس مشيت لمكان أعرف أكون فيه.